جيزي تقدم لكم البرنامج الموسيقي صوت تشالنج. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هيومور. برانشيو جو على www.jo.radio. ضمن أفضل مواهب تأهلوا لنصف نهائي صوت تشالنج. توجيهات ونصائح قيمة استفادوا منها المواهب. تحدي كبير راهو يستنى في المتنافسين. كل واحد راح يجي يغني غنية تألفت وتخدمت ليه، يعني الكلمات ليه، التوزيع والتلحين داروا طارق قدم أتونا تفيق عليه. أهلكني زين طفلة عربية. الكلمات، الألحان، لارونجمون، والمغني هذا أنا ضربت فيه عشقة. كان كيتحدى كل شيء. هاد الولد صدمني، ماشي فاجئني، صدمني. غير انت يلي تفهمني وتسعف بحوالي، تغير عليا وما تخليني احلنتك يا ضغوطات ومستوى عالي راح يصعب الاختيار، والقرار الأخير يعود للجمهور. جيزي تقدم لكم البرنامج الموسيقي صوت تشالنج. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في موعدكم صوت. نعم، رانا حاضرين اليوم ورجعنا لكم في النصف النهائي. نعم، المرحله اللي كانوا يستناو فيها كامل المتنافسين كانوا هنا في البدايه. منافسه كانت كبيره مزيره مع لي كوتش ديالهم ولا الفنانين. اليوم رايحين يتنافسوا على مرتبه ولا مكان في النهائي. النهائي نذكروا باللي الفايز راح ياخذ 100 مليون سنتيم وكذلك البوم. اليوم في هذا العدد رايحين يجيو 4 نصف النهائي الاول يغنيو غنيه اللي مخدومه ليهم سبيسيالمون ليهم 100% على حسب الستيل تاعهم، على حسب الموسيقى اللي يحبوها بعد العمل اللي داروه مع الكوتش ديالهم ولا الفنانين اللي خيروهم. لكن كاين حاجه اليوم، واحد برك يتاهل. شكون راح يخير؟ راح يخير الجمهور في صوت تشالنج. نذكروا برك باللي واش راح نغنيو لي كانديدا ديالنا ديجا هم رايحين بهديه كبيره، حتى ولا كان ما تاهلوش ربحوا هديه واحده من عند الحصه ديالنا صوت تشالنج اللي هي سينجل بالكلمات بالموسيقى بالتلحين ديالهم، واليوم رايحين يدافعوا عليها كما يلزم الحال. لي كوتش راح يكونوا حاضرين، لي كوتش راهم جايين، عرفتوهم اكتشفتوهم، بصح ما على بالكم شكون راح يكون اليوم في النصف النهائي الاول. جمهور حابين تعرفوا؟ حابين تعرفوا؟ رانا في صوت ونستقبلوا لي كوتش الوالا 4 فنانين اللي كانوا معنا راهم هنا. مرحبا بهم في صوت تشالنج. مع جملة أحبابي الليل والدجى ومحاني واحنا يا سهرانين.
بدعت في الرياح عجبي لفظي رقيق عربي بدعت في الرياح عجبي لفظي رقيق عربي واللي نحوزها نكلمها كذب بين العين والبارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 يا صالح يا صالح يا ريانا يا جرح المليون يا جرح المليون يا وعيونك يا صالح يا ريانا اكلوا حالكم يا صالح صالح يا زين يا عيني ناطير يا صالح راني نادمة على الايام اللي تاع صغري وشبابي فيهم شاب راسي وكذب حرام مازال ما قلتش اللي نبغيها نادمة على الايام اللي تاع صغري وشبابي فيهم شاب راسي وكذب حرام مازال ما قلتش اللي نبغيها وهي مازال ما قلتش اللي نبغيها وهي مازال ما قلتش اللي نبغيها صوت تشالنج لحقنا للصح. منافسة نصف النهائي، عرفتوهم فنانين اللي شرفونا بحضورهم، كانوا معنا في المرحلة الأولى، يعطيكم الصحة ديالكم النادي واشية. معنا الشيخ مناعي، مرحبا بك شيخ مرة أخرى. محمد جبالي من تونس. سليم الشاوي. والصوت تاع الراي، الصوت اللي نحبوه حبيناه ومازال نحبوه، شابة خيرة. ضيوفنا الكرام فنانين تاعنا، نجوم تاعنا، خيرتوا كل واحد فيكم في المرحلة الأولى صوت من بين 3 أصوات اللي كانت مقترحة لكم. اليوم نصف النهائي الأول ناخذوا صوت واحد فقط في انتظار نصف النهائي الثاني، ومن بعد من ثم نعرفوا شكون اللي راح يكون الصوت تاع هذا الموسم 2019. قبلتوا، تلاقيتوا معهم، خدمتوا معهم. أنا حابين نذكروكم، نعاودوا نرجعوا على المرحلة الأولى اللي كانت التصفيات. تابعوا معي. 24 موهبة شاركت في الصوت تشالنج وأدت باحترافية وإحساس. تقنيات مختلفة، أداء متميز، و8 أصوات فقط اللي تأهلت لمرحلة النصف النهائي. كل فنان اختار الصوت اللي قنعه واللي أدى بإحساس وبتميز باش يشكل معه فريق ويروحوا للنصف النهائي. وعرضوا لي زوز سبايا، واحدة بنار والأخرى شمعة ضوايا. مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي ومال السعد ما زق من الايام. رباني ترابك يسوف يا صدر الوالدة الحنينة. ويلي ويل ويلي ويل ما نشترك بالدليل. يا ويلي ويل في عشقك شفت الويل. أنا اخترت ياسين. زينب. نور هدى. عبد الله مناعي. سعدي. محمد سعدي. ياسين، نور الهدى، محمد وزينب راح يتواجهوا في هذه المرحلة الأولى من النصف النهائي. يا ترى شكون هو الصوت اللي راح يرفع تحدي صوت تشالنج؟ إذن مشاهدينا، كما قلت في البداية،
4 مواهب راح تنافس على مرتبة ولا على مكانة في النهائي. راح نبداو بالمتنافس الأول، راح نبداو بشيخنا الكبير اللي هو هنا، اللي هو عبد الله المناعي. عبد الله المناعي اللي كان خير في مرحلة التصفيات محمد سعدي. محمد سعدي ممثلة، كيفاش كان العمل معاه شيخ؟ والله التجربة هي المعنوية أكثر منها هي التجربات. يعني لي ريبيتيسيون كانت شوية صعيبة ولا؟ مش هذا، لا مش التجربات هذيك. هي أول حاجة ساعة تمرحب به كأخ كولد كذا، يعني نطلع يعني المعنوي تاعنا ترفع، ما نعطيش ضغط وقدير واسمع. قالوا لا أنا عندي اختيار النغمة النايلية، ولهذا أنا فرحت لما كانت عندها هذه النغمة النايلية اللي أنا مفقودة في الجزائر، وإحنا في حاجة لهذا الصوت، هذا الصوت النايلي نحن يعني الجزائر نفتخر به في حياتنا اليومية، نشجع هذا اللون. رايحين نستقبلوا محمد سعدي ممثلة، رايحين نسمعوه، لكن ما قبل نشوفوا هذه الصور ونعاودوا نرجعوا على التدريبات ديالو. على كل حال مرحبا بنا في هذا الاستديو. راح نقدم اغاني وراح نقدم كانديدا يعني مبارع اسمه محمد البي سعدي بيه. اول مره راح نغني اغنيه ملحنه ومكتوبه لي يعني جديده، راني حاسس يعني بالفرحه. اسمعني يا هلكني زين طفله عربيه، هلكني زين طفله عربيه، حاولت اني نحس يعني الاغنيه والكلمات ونعيش يعني اللحظه، لكن للاسف ما ساعدتنيش يعني ما نخليه في النايلي. خلوه في النايلي. النايلي راه ممتاز. اي خلاص. كنت درتوا حتى اغنيه نايليه؟ درنا اغنيه نايليه. يعني ما ادريش شويه صافيه. اي والله شويه. ماشي غنيها نايلي، غنيها نايلي كاع. الاستاذ عبد الله المناعي اعطالي بزاف نصائح، ونظن باللي ساعدوني بزاف، لانه يعني اثناء التحضير كان معايا هلكني زين طفله عربيه. في الحقيقة هي الأغنية مش غريبة، ولكن هو مثلا بالورقة مش حافظ الكلام. إذا خليني قلت الورقة هذه أنساها، لازم تحفظ، ومازال صغير يحفظ، ما دام شاد ورقة راه ما ينجمش يغني. واجهت يعني بزاف صعوبات، منهم الحفظ تاع الأغنية. درنا اللي علينا، ودينا يعني الشيء اللي نقدر عليه درته في الأداء نتاعي في الأغنية هذه، وننتظروا الأفضل إن شاء الله. لحقنا دوكا النصف النهائي واللعب راه قوى بزاف. بالنسبه للاغنيه يعني انا واحد من الناس نشوفها مغامره كبيره يعني ريسك كبير. هلكني زين طفلة عربية، بدوية ساكنة أرض الرمال، بنت الصحراء ياك مانيش غلطان، يا
ونعيش في سعادة هذاك ما نتمنى. نهنيك ونتهنى والفرحة تغمرنا ونعيش في سعادة وهذاك ما نتمنى. ومعاك قلبي يدوبا ومعاك ارتاح البال ودابت القلوب. شكرا. بالنسبه للاداء تاعي كان يعني صراحه انا واحد من الناس نعطي لنفسي 15-20%. محمد سعدي ممثلة. أغنية كاتب ومكتوب من تأليف خالد بالعيد، تلحين وتوزيع طارق كدم. محمد سعدي كان اختيار تاع الشيخ عبد الله مناعي، راك سمعتوا اليوم أو غنى قدام الجمهور قدام المشاهدين ديالنا، واش رايك؟ على كل حال ما كنتش نظن في الحقيقة اللي هو يوصل هذا المستوى، على خاطر أنا ما ضغطتش عليه. أنا مسرور جدا به لأنه أدى لي شيء اللي نحبه ويحبوه الجمهور المواطنين، وهي نغمة نغمة النايلية. الأياي نايلية، فطبعا نعم. في أحمد نايلي، درياسة نايلي، وهو من حسن حظه خذا الراي. ونظن على كل حال أنا نعطيه العلامة، ولكن ما نعطيهاش العلامة، يعطوها للجمهور. أنا ما نعطيش العلامة السابقة. أنا مسرور جدا به، يعطيه الصحة ويعطيه الصحة ويعطيه الصحة. بالنسبه للاستاذ عبد الله مناعي يعني نشكره بزاف، مهما نقول يعني نبقى تلميذ ونبقى زادت لي سنين ضوئيه باه نلحق المقام تاعو. هذه اذا لحقنا. شكرا لك شيخ عبد الله مناعي. محمد سعدي يعطيك الصحة، نلقاوك من بعد كي تعاود ترجع مع المتنافسين. شكرا لك، نلقاوك. وحنا مشاهدينا الكرام رايحين ناخذوا رأي الفنانين الآخرين. ناخذ رأي محمد جبالي، واش رايك في الأداء تاع محمد سعدي؟ تكنيكمون صوته فيه يعني مميزات كبيرة يعني، وخاصة في اللون اللي يأدي فيه ماهوش سهل يعني. كان خايف برشا فوق اللازم، وأحيانا ما حبيتش يبدل صوته. أحيانا يولي كالجبلي في آخر الكوبليات، أحيانا حب يبدل صوته غليظ، ما فماش علاش. صوته حلو يخليه كيما هو يغني سبونتانيمون، فهمتني؟ لكن عنده مستقبل. هذا رأيي، شكرا لك. سليم شاوي. ما يخفلكش اني من عشاق الاغنيه النيليه والايقاعات هذه البدويه. محمد عنده صوت شجي والعرب تاعو صحيحه، وش هو الارتباك تاعو اللي خلاه ما يصفي سو سوار تو سامبلومون لاعيا. وزيد هو يحط باله بزاف مع النص باسكو ما حافظينش بزاف لو تكست، ثم راح له التركيز وبان عليه اللي بغى في الإيماج بان عليه. كان الخوف بزاف ويلعب عليه، بصح خامة صوته عفوا مليحه والمخارج تاعو جميله وبين خلوق في وجهه بين كسامح ما شاء الله ربي يبارك فيه. يعني في والله العظيم الله بين خيره. تي بالك ماشي هذا هو الستيل تاعك ولا ماشي صنف، بصح كي جاك كي حسيتي به؟ ماشي ستيل تاعي، بصح نبغي هكا صوتي يكون جبلي ويكون حار ويكون عنده صوت ينجم يوصله، عنده غير هذاك طافي نورمال واحد يكون. نعرفوك انت عندك تعطي اهميه بزاف للاحساس كيما الفنانين تاعنا، بصح انت زعما واحد ما يقيسكش ما يهضر. حسيتي ولا قاسك ما قاسكش؟ حطيش الامر واقع. صافا عنده صوت شباب الله ينجحه ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. هذا كان رأيكم على المتنافس الأول اللي هو محمد السعدي. وبعد ما سمعنا الأداء ديالو والرأي تاع الفنانين، رايحين نستقبلوا المتنافس الثاني ولا المتنافسة نور الهدى. خيرة خيرتيها، الاختيار ديالك كان صعب. قبل ما نستقبلوها قولي لنا برك كيفاش كان العمل معها. نور الهدى ان شاء الله تكون في المستقبل فنانة كبيرة، وعجبتني الفوا تاعها، وعندها احساس وعندها اداء، عندها غير شويه داك الخوف تاع
حدا الميكرو وفي العسان بشويه بشويه وتقعد تتعلم وتوصل. الله يبارك. احنا جوستومون قبل ما نشوفوا ولا قبل ما نستقبلوا نور الهدى شيخاوي هنا امامكم انتم جمهورنا اللي رايحين اليوم، انتم تصوتوا، انتم تخيروا الفنان اللي راح يروح للنهائي، نكتشفوا هاد لي ريبيتيسيون ولا التدريبات اللي هضرت لنا عليهم خيره. يبغى الشهر من غدر البشر يكون شي راح وجناحي تكسر. الحاجه مليحه في صوت تشالنج اول مره هذيك شغل تكون عندي اغنيه خاصه بيا. دونك الاغنيه اللي عطاوها لي كلمات تاعها جايين فري حساسين باسكو المراه قلبها مكسور راهي تهدر. يا بعيد الشر من غدر البشر كل شي راح وجناحي تكسر. قتلني الهم والدخله مكتر مجوع قلبي شيقتني الاسمر. وعجبتني نور الهدى كي ادتها من هي جديده في هاد الصوالح والفن وكل شيء شغل تخاف من لاسين وكاع بصح سو في نورمال كاع فتنا على هاد المرحله. قتلني الهم والدخمه مكتر. انا بالنسبه لي شابه خيره ما حسيتش روحي برانيه معاها ولا حسيتها ماما راهي تنصح فيا. ما تخافيش من الميكرو ما تخافيش من الميكرو. سي با ترو طون لي صوت نديرها اقار نغلق السيطره وشنو اللي صار بالليل والنهار. نقول باللي نور الهدى ما غاديش تحشمني وما غاديش تخيبني وان شاء الله كيما نجحت انا هي تنجح. هذا هو التحدي تاعي. توجور عطيها خاناتها شوف ما تخافيش من الميكرو ما تخافيش من كي نطلع قدام البيبليك لازم ما نخافش، لازم نتشجع باللي انا راني جايه نغني لكم، ماني جايه باش نتسابق ولا راني جايه باش نغني والميكرو لازم ما نخافش منه. بالنسبه لي الاداء تاعي يعني درت واش عليا سيرتو كي شفت البيبليك متفاعل معايا دونك انا تفاعلت معاه زياده اكثر من اللازم يعني. نور هدى شيخاوي. عشقك شهاده وفاه. فريتيها انت ديريكت. نور هدى شيخاوي من الصغاليم، عشقك شهاده وفاه من تاليف عبدو سعود وكذلك من تلحين وتوزيع طارق كدام. يعطي الصحة. شكرا لك. خيرة واش قلتي؟ أداء، إحساس، مانيير، اش بغي نقولها؟ أنا عارف توصل لبعيد إن شاء الله وراني معاها حتى توصل لبعيد. خيرة قبل رأي الجمهور حبيت نعرف رأيك باسكو شفناك يعني في الكاميرا شفناك في الصور كنتي تمتعي كنتي دخلتي في الغنية كنتي معاها. كانت تأدي فيها غاية وكانت حاسة بها وهي تغني فيها. اليوم فريمون حسيت بها نور الهدى. كانت حاضرة. قالت لي عندك حضور سوغ سين وبيبليك كان معاك متفاعل دونك الحمد لله كنت عند حسن ظنها. يعطيك الصحة. نلقاو نور الهدى من بعد في الفيرديكت. الجمهور تذكروا بلي نتوما اللي تخيروا بصح يلزم لكم تسمعوا كما يلزم الحال واش يقولوا الفنانين ديالنا. سليم شاوي واش قلت؟ انا والله عجبني حضورها ديجا المسرح يعني لا بريزونس تاعها ديجا الي لا سور سين بون الطريقه تاعها خاصه بها هي حبت تورينا كلش على فوا. حضورها هنا شهاده ميلاد. صح. محمد جبالي عندها حضور كما قال خويا سليم، كانت تحب تظهر كل شيء في نفس الوقت اللي خلى احيانا تركز على حركاتها وتفاعلها مع الاغنيه وتنسى شويه الاداء. كانت الحركات شويه مبالغ حتى اليد مومو حسيتها تعمل في الراب تعمل يعني اللي هو مش ماشي مع شكلها ظريف وحلو يعني ما تبالغش في الحركات اللي ممكن ياثر على شكلها ونوعيه الاغنيه. يعني خلينا نقول اكتشاف اليوم. شكرا لك يعطيك الصحه. الشيخ عبد الله مناعي. الشباب انا نتمنى لهم بكل التوفيق لان لاش خاطر هذا ما فيهمش الخاسر فيهم الا الرابح ما عندهمش ما كاش خساره. شكرا شيخ. ما كاش خساره. من نور الهدى نمروا الى ياسين محمد جانا من تونس
كان هو في الفريق ولا في الحصه اللي كان فيها محمد جبالي. محمد جبالي درتوا لي ريبيتيسيون تحضيرات كيفاش كانت محمد؟ انا قلت له احفظ غنيتك كما يجب وخلي الباقي على الله، بقطع نظر جايزه ام مش جايزه لازم تكون انت حاضر كما يجب وان شاء الله ربي يوفقك. خلاص هذا الشيء اللي راح نشوفوه، هذا الشيء اللي راح نسمعوه، لكن من قبل مادامك حكيت لنا نتاع التدريبات على لي ريبيتيسيون نشوفوا الصور ومن بعد نستقبلوا ياسين محمد. اوكي. باع الأحياء والآخرة برخص ثمان شرع الله. كيف التقطيعات هذه؟ باع الأحياء والآخرة، باع الأحياء والآخرة برخص ثمان. فهمت؟ باع الأحياء والآخرة برخص ثمان. اربطها مع بعض. باع الأحياء والآخرة برخص ثمان. الكلمات الخاصة بالأغنية متاعي بالحق معناها عجبوني على الآخر. تحسها رسالة نظيفة بويسك تحكي على ربي وتحكي على الدين وتحكي على محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل لي شرف اني نغني يعني باللون هذايا وبالصدفه في صوت تشالنج يعني. ربي رحمن جل جلاله. هذا يفو لا بروميير فوا توجور ما تزوقش. اكيد. اوكي. ابري لا دوزيام فوا باش نديروا لا محلو مش لازم. حسيت ربي الرحمن جل سامبل غني حلو وصلها كيما قال لك اللحن. ماذا بيا ريتمي اكثر ماذا بيا. نو ريتمي واحد. هي ريتمي يحكي لك على التيمبو، غناه سامبل من الاول باش الريتم ربي الرحمن جل جل سامبل خلق انسان يقول وصل الجمله من الاول سامبل. اوكي. اعطيته بعض النصائح لتقطيع الكلام، حتى المايسترو طارق يعطيه الصحه. انا نحبه ان شاء الله هذه اللي باش ننصحه ونأكد عليه يستعمل التكنيك الجزائريه، الروح الجزائري والتونسيه معا لانه قراب لبعضهم، وهذا هو اللي ظهر. الحق الفنان محمد جبالي مدرسة كبيرة، خليني على راحتي وكي ينصح نصيحة في مكانها ومركز معايا ونلاحظ في تعابير وجهه انه هو متبعني. ربي الرحمن جل جلاله طولهاش. خلق الإنسان الجن والأكوان. وإن شاء الله نشرف تونس ونشرف محمد جبالي وأصحابي كل العائلة إن شاء الله. سي بون حلوة برشا حلوة. حاب نبين يعني للفنان محمد جبالي والعائلة أن ياسين شاب موهوب ويتنفس موسيقى، الأداء هو يحكم يعني. ربي رحمن جل جلاله خلق الإنسان الجن والأكوان. نبي محمد كامل في خصاله عليه من ربي صلاة ورضوان. ربي هو الرحمن جل جلاله خلق الإنس الجن والأكوان. نبي محمد كامل في خصاله عليه من ربي صلاة ورضوان. والتاخذ بداله باع الأحياء والآخرة برخص ثمان. من استقام يهنى ويرتاح باله صار بفايدة وقوة وإيمان. من عصى الله والتاخذ بداله باع الأحياء والآخرة برخص ثمان. شرع الله صدق وعدالة لا تنسى يا عدالة. شرع الله صدق وعدالة
الاداء في الاغنيه عملت اللي عليا، طبعت واديت كوم يلفو. واي فنان ما يرضاش على روحه، ديما يحب روحه خير. ياسين محمد، واش رحت خلاص كملت رحت علاش؟ قعد معنا تفضل. ياسين محمد اللي سمعتوه متنافس ديالنا من تونس، ربي الرحمن. هايدا الاغنيه اللي كان غناها من كلمات ولا تاليف علي هبري، تلحين وتوزيع طارق كدم. يعطيك الصحه، كرونور بوغوس لا كلاس. اي ارتيست، اي اليوم طلع في لوك اخر متيح له، طلع لوك ماشي مع اللوك نتاعو. سي امبورطون. قبيلك كنت نحكي وانا وسليم خويا، وانه الارتيست سي ان تو، معناها الصوت على باز بدرجه اولى، لكن حلو يكون شكله لبسه ووقفته. هذا توا هو من زمان هذا، لكن وخاصه سورتو توا الناس ولات تسمع وفي نفس الوقت تشوف. ممكن الناس فما تسمع بعينيها اكثر من اذنها، اوني كونتر لها، مي الناس تحب تسمع صوت وتشوف شكل حلو ولبسه حلوه. ياسين الكوتي هذا مهنينا فيه، معناها يظهر لي معناها اليوم هكا ولا بيبليك. بالنسبه للاداء، بالنسبه للصوت، بالنسبه للاغنيه واختيار تاع الاغنيه، نرجع نقولوا زاد لازم يعني الجمهور اللي هو باش يختار معناها من بعد هو باش يصوت، وانه هذه اغاني جديده بالنسبه لهم هما، يعني ماهوش متمكنين 100%، معناها اداو بالطريقه ممكن اللي يحسوا. الى جانب الخوف التراك، معناها اللي هادي مومون غنى بالكدا حسيت شويه خايف شويه، لكن تكنيكمون عنده امكانيات صوتيه حلوه، ونفس الشيء معناها عنده مستقبل اذا يعرف يختار الاغاني اللي تتماشى مع صوته والستايل نتاعو. هو لو يختار اغاني ممكن تتماشى مع شكله والستايل نتاعو، يمكن يعمل ثنيه طريق خاص به. حسيت الفنان محمد جبالي يعني راضي عليا، ولو بصفه نسبيه، يعني اني انا نغني الاغنيه هذه بالطريقه المقنعه يعني. ياسين محمد، سمعت راي الكوتش ديالك محمد جبالي، شكرا لك، نتلاقاو من بعد. نمروا للفنانين الاخرين. سليم مشاوي. فرانشمون الماك إلي سيغ دو لوي، مالغري لو تكست ماشي حافظو، وكان بزاف يشوف الورقه من داك تروح له هكذا بارابور لو تكست ما حافظوش، سا سي سيغ. نزيد له انا النقطه تاع لو لوك والبشاشه تاعو يا هكذا، سوف كو من داك النقص تركيزي من داك كي يخرج نخرج معاه. مي غيان اجير مون فخير، يعطيه الصحه والله. خيره عندها صوت شباب ولوك شباب وقادر يوصل وين. بس انا كنت نسمع غير يا ربي يا رحمن، بصح الكلام الاخر الشغل ما فهمتهش. كان يقول ما فهمتش كلامك. كلمه نفهمها وكلمه لا، الحروف في بلحهم. شكرا. مخارج الحروف فقط. الشيخ عبد الله مناعي. انا راح نقول كلمه حق، نقول هذا الصوت هذا والله يعطيه الصحه، ولكن احنا مثلا التقييم تاعنا ان شاء الله على كل حال هذم الشباب يكونوا مستقبليا مثلا ياخذوا براينا، يسمعونا نصايحنا، مشينا ظالمينهم، نقولوا كلمه حق. اذا يعطيكم الصحه، الراي ديالكم مهم على خاطر الجمهور ديالنا اللي راح يخير اليوم شكون اللي راح يروح للنهائي بين المتنافس الاول اللي هو محمد سعدي من مسيله، المتنافسه الثانيه نور الهدى من مصالم، المتنافس الثالث اللي اكتشفناه مع بعض اللي هو ياسين. نمروا للمتنافسه الرابعه اللي هي زينب، وهي من اختيار سليم شاوي. الاختيار ديالك راح مباشره لزينب. عندها حاجه في الصوت غريبه وجديده، واحساسها يغلب على كل شيء. لا رومارك اللي درت لها انا في ما تخليش الصوت بالقفله. حنا انا ترافاي سور سا، انا في كالكو زيكزارسيس بور سا، والحمد لله قدرت تمكن، وان شاء الله تكون عند حسن الظن ان شاء الله. وليت سليم الاب معاها ماشي سليم الشاوي. سي لو تكست فوالا، انا باش نخلوا لها البراءه تاعها. خلي المشاهدين ديالنا يكتشفوا النص ولا الاغنيه اللي راح تغنيها زينب، لكن معلوم بعد الصور تاع التدريبات ولا لي ريبيتيسيون. نشوفوا الصور ومن بعد نستقبلوا زين. شانسون
دارت لي انا قرا فرحت في دوكا عندي اغنيه وراهي باسمي صافي بليزير حاله باش ما تعكلش شوف كاين بابا انت مفتاح بابا انت مفتاح الجنه بالخبزه وحده تحاكيني وبالعين تتكلم. الاغنيه كتبتها سبيسيالمون بو زينب. الحاجه اللي جبدتني في زينب سا بوتيت فوا واحساسها حطته لي في العربات. تحلى الدنيا حاجه ما تستاهل حاجه ما تستاهل. سليم الشاوي لعب دور كبير. كي كان شي يخزر فيه يقول لي انا باباك غني لي انا هو. كي تخرجي منها عاودي تدخلي تخرجي منها عاودي تدخلي. هذا كان في الله منك شاشة وتحاول ويقول عليه هي والشعب بزاف الله وغير انت يلي تفهمني. ودر فيها ثقة خيرني أنا في وسط شحال من واحد وإن شاء الله نشرف. اوكي رالونتي. حاجة ما تستاهل وحاجة ما تستاهل. برافو صافا شابة ما كاش كونكيلون كدا صوت شالونج سي دون لا بوش. حبيت نبين له الكوتش تاعي بلي انت حملتني مسؤوليه الوغ انا ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. غير انت اللي تفهمني وتساعد في حواليا تغير عليا وما تخليني احلامتك يا غالية. هلا كانك راضي عليا عندي باش نقابلها غير برضاك تحلى الدنيا حاجة ما تستاهل وحاجة ما تستاهل. تحاكيني وبالعينين تتكلم وقت الشدة انت تواسيني دير معايا اللازم مسحة يديك تشافيني والبسمة اللي ترسمها صدرك دافي خليني على ريحتك يداوم غير انت يلي تفهمني وتساعد في حواليا تغير عليا وما تخليني احلامتك يا غالية. ويلا كانك راضي عليا وعندي باش نقابلها وغير برضاك تحلى الدنيا حاجة ما تستاهل حاجة ما تستاهل.
مفتاح الجنة حبك عمري كاملة تنسى روحك وتبدا بيا هتدللني وتحاول واللي تقول عليها هي كل شي معاك بالسهل اخو غني تحكي عليه انا شغل غير انت يلي تفهمني وتعرف احوالي تغير عليا وما تخليني بحلاتك يا غالية ويلا كانك وراضي عليا وعندي باش مقابلة وغير برضاك تحلى الدنيا حاجة ما تستاهل وحاجة ما تستاهل وحاجة ما تستاهل وحاجة ما تستاهل كنت قادرة نزيد بزاف حاجات كنت قادرة نزيد ندير عورة بواحد اخرين كنت قادرة نمد احسن غير انت اللي تفهمني. كلمات سليم شاوي، تلحين، توزيع. هذا سي ان اوماج للوالد، للاب. الاب نتاعها نعم. الاب ديالك. يعني كلمات هديه للاب نتاعها وباش نخليو في زينب البراءه تاعها ويعني وتكبر على مثل هذه المواضيع وتكون ان شاء الله فنانه كبيره ان شاء الله. توسع. راك مستريسي اكثر منها وحسينا بلي قاسك وحسينا واحد ليموسيون فيك الاحساس. الخدمه برك بنتي، الخدمه برك. ما يهمش البرنامج. البرنامج هذا برنامج شبابي وهذه فرص وفيها حتى الحدود، الحد مذكور في القرآن الكريم، كاين الحدود كاين كل شيء، ولكن انتيا راح تروحي بعيد ان شاء الله. ان شاء الله. فالي تخلو. يعطيك الصحة زينب. شكرا. نتلاقاو من بعد. عجبته على حسب ما قال. C'est un grand plaisir pour moi. خيرة. ما شاء الله تغني فور وتغني بزاف غاية وعند هذيك البراءة وديك حنانة الصوت والله ينجح ان شاء الله تكون ان شاء الله. الشيخ عبد الله مناعي. والله على كل حال فهو صوت يعني مثلا له دلالة مستقبل وله دلالة خير، يعطيها الصحة. برافو برافو برافو. شكرا الشيخ عبد الله مناعي. محمد جبالي. تبارك الله عليها. حاسه الغنايه وعاشت مع الغنايه واغنيه حلوه. خويا سليم 55 عليك على الكلمات واللحن والارونجمون والتنفيذ يستحقوا تصفيق الفرقه راهو. هاي طارق. والله برافو. احساسها حلو وتفاعلت مع الاغنيه، صوتها فين وحلو معناتها فينو من يدي مومون نحكي مش نشاز معناتها دي فوا يكون مونك ديكسبيريونس تاع كيف تقصت الهواء اللي تاخذه الاكسجين باش تكمل الجمله للاخر في نفس معناها نفس الباور نفس القوه يعني، وشويه لو ممكن شويه تنقص من الاداء من طريق الفوقانيه الانف. نخلي بعدين بس حلو اللي قالته خليها تخدم شويه لو هذا تركز عليه مع كيف تاخذ السوف الهواء وتقصته وفي نفس الوقت تغني شويه كذلك. مش عيب تغني من الانف، لكن حلو انه تغني شويه من الصدر ومن الكرش يعني يكون الصوت ميديوم يعني غير يولي ما فيهوش جوست لي زيغو برشا يعني الغنى هذا بس ملاحظين لكن ما شاء الله عليه. شكرا محمد جبالي. يعطيكم الصحة. كانت زينب آخر كانديدات في المتنافسين الأربعة اللي شفناهم اليوم في المرحلة الأولى ولا في النصف النهائي الأول. اليوم الجمهور تاعنا اللي هو حاضر هنا اللي هو ذواق اللي هو يحب الموسيقى ويعرف الموسيقى، والأغلبية منهم يقراوا في المعهد ولا معاهد الموسيقى. والجمهور ديالنا هو اللي حيخير شكون راح يتنافس في النهائي باش
يفوز ب 100 مليون سنتيم وبألبوم كامل. هذا الشيء راح نعرفوه اليوم في هذه العشيه في هذه السهره مع جمهورنا مع فنانينا، بصح ماشي درك شويه هكذا. نرجعوا لكم من بعد. الجمهور يصوت على الموهبة اللي راح تتأهل للنهائي. تحدي أخير راح يستنى في المتنافسين واللي راح يحسم النتيجة. جاء الوقت اللي أنا نستناو فيه كامل، لكن لي كوتش اقترحوا مفاجأة على بالي بالنسبة لكم راح تغير الاختيار ديالكم. مرحبا بكم مرة أخرى. الحق الوقت باش نعرفوا شكون اللي راح يخير الجمهور، لكن قبل ما نمروا للتصوير تاع الجمهور اللي هو حاضر معنا نعاودوا نتفكروا واش شفنا اليوم عشية. في هذا العدد من صوت تشالنج شفنا 4 أصوات أدت باحترافية أغاني ألفت وتلحنت خصيصا لهم. محمد توتر خلال أدائه للأغنية لكنه نجح في أنه يغنيها باحترافية. نور الهدى تغلبت على الخوف وبذلت جهدها باش تلحق إحساسها للشابة خيرة. ما كان حد يعلم أصله ماله. ياسين أخذ بنصائح المدرب ديالو وقدر يثبت قدراته الصوتية في ستيل آخر. خير انتجامك والأدامك. زينب أدت بكل إحساس أغنية أهداها سليم الشاوي للأب ديالها. واللي تقول عليها هي كل شي معك بالسهلة. المدربين شجعوهم واستمتعوا بأدائهم. الجمهور كان له حضور مميز. الإحساس، الحضور، التألق والتحدي ميزوا مسرح صوت تشالنج، ولكن القرار الأخير يعود للجمهور باش يختار بين محمد، نور الهدى، ياسين وزينب. أنا راني خايفة باسكو رانا في الديمي فينال والمنافسة زادت اشتدت أكثر وأكثر. مادام اني لحقت النصف النهائي مع الاستاذ الكبير عبد الله المناعي، يعني نعتبر نفسي من النصف النهائي راني رابح. شرف بالحق اللي انا مثلت ونص وصلت المرحله المتقدمه ذي في البروجرام. نحس بالاعتزاز. عندي حظوظ نقدر نكون في النهائي، إن شاء الله فيها خير. هذاك هو درك جاء الوقت اللي انا نستناو فيه كامل التصويت. لكن قبل ما نخيروا شكون راح يروح للنهائي ولا شكون واحد من هاد 4 اللي راح يتأهل، خاطر الجمهور راه واجد عندو البواتي، لي كوتش اقترحوا ولا قال لك حابين نعطيو فرصة أخيرة للمتنافسين وحابين نعطيو لهم 30 ثانية وين كل واحد فيهم يغني أكابيلا. مفاجأة على بالي بالنسبة لكم ما كانوش يستناو فيها. الحاجة الأولى كنت خايفة والاستقبال لازم له سوفل بزاف ولازم تكون آلاز ومريح. اول تفكير جاني ديريكت اني نغني شرقي، قصدي نعطي لهم يعني نسمعهم بالستيل نتاعي يعني اللي نقدر له. ثم فرصه اخرى جاني شعور اني ممكن الحظوظ تقوى اكثر. كي قالنا رياض لي زارتيست محبين يسمعوا اكابيلا 30 سكوند، قلبي بدا يخبط يخبط يخبط. ما كنتوش تسناو فيها على بالي حتى الجمهور. بالك هاد اللحظة راح تغير الاختيار ديالكم. راهم 4. نبداو نور الهدى أكابيلا. تفضلي ميكرو. حذاري الجمهور، هاد اللحظة بالك راح تغير رأيكم. سمعوا مليح. أكابيلا نبداو بنور الهدى. تفضلي. ينام العاشق والحب
حبيبه يقدر عشقي في الزين صاحة غيوان وزاد جراحي وسببيه للهوى زينة الدوام وسببيه للهوى زينة الدوام يوم عطفو بنصاحة جاوي يزورو مرقاقي صابوني ملي عت الهوى نشوان بلا راح صابوني ملي عت الهوى نشوان بلا راح. نور الهدى شكرا يعطيك الصحة نور الهدى. نور الهدى اللي كانت المتنافسة تاع خير. مروا المتنافس الثاني محمد سعدي مسيلة متنافس تاع الشيخ عبد الله مناعي. محمد اللي بغيت كيما حبيت روح. مع نسيم الصبح لبعث لك تحيات إذا مرت على الموتى تحيات وأنا مساكم يا نور عيني تحيات البراري سمها يصبح شرايا محمد سعدي رقم 2 متنافس 2 اللي كان مع عبد الله مناعي. مروا المتنافس الثالث ياسين محمد من تونس رقم 3. انتم رايحين تصوتوا. تفضل ياسين. والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلى محلى الفا فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى. شكرا لك ياسين محمد من تونس مع محمد جبالي. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا ياسين. نمروا للمتنافسة الرابعة واللي كانت مقبل غنت لنا أغنية اللي هدتها الوالد ديالها 30 ثانية. تفضلي زين. في منامي نحلم وانا يا النوم وانا يا النوم في قصور البهجة وشموع ضويا يا سيدي وشموع ضويا يعطيك الصحة زينب. شكرا لك. مشاهدينا الكرام سمعتوا أصوات الأربعة سمعتوا الأداء ديالهم. حنا اليوم قبل ما نعطيكم نتوما البوفوار نقدر نقولها لكم قبل ما نعطيكم الكلمة لكم قبل ما نعطيكم نتوما الفرصة باش تخيروا شكون راح يروح الدور النهائي. يظهر لي بلي لحق الوقت. على بالي قلقتكم راكم مقلقين حتى نتوما ليكم تشوفوا فينا باش نمروا للتصويت. نذكركم برك باللي رقم 1 نور الهدى، رقم 2 محمد سعدي، رقم 3 ياسين محمد، رقم 4 زينب ووداد.
مروا للتصويت. جمهور لا مازال اخر كلمه للكانديدا سسبانس، اعطيو لهم كلمه. زينب تفضلي اخر كلمه ولا كلمه للجمهور والفنانين اللي حاضرين معنا والكوتش ديالك خاصه. مساء الخير عليكم. لو بليزير تاعي كي راني في هاد ليميسيون، كي لحقت الدومي فينال صافي بوكو. الجمهور يعطيكم الصحة، اليوم كنتوا حاضرين بقوة. مام ياسين. مرحبا بكم الناس الكل. فريمون فرحان برشا برشا اني نغني للشعب الجزائري والجمهور الجزائري. ديجا اول مره نجي معناها في المسابقه هذه، جيت بالذمه للجزائر وفرحان بكون قلبي اني نتعامل مع فنان كبير مثل الفنان محمد الجبالي. اني تمنيت اني نتعامل معاه من انا صغير. عايش وما شاء الله عليكم، بارك عليكم. شكرا. ياسين محمد من تونس رقم 3. رقم 2 محمد سعدي. السلام عليكم، مساء الخير. نشكر الاستاذ والفنان الكبير عبد الله المناعي، يعني اللي دار فيا ثقه ويعني وعاوني بزاف. نشكر كامل الفنانين والبيبليك وجنود الخفاء، وان شاء الله يا ربي رانا كامل رانا ناجحين، يعني مش بشرط انك نخرجوا منها معناتها راه. ونمروا رقم 1 ولا المتنافسه الاولى نور الهدى. دونك نقول لكم السلام عليكم. الحاجه الاولى اللي غادي نقولها، انا بالنسبه لي راني رابحه مانيش خاسره. الحاجه الاولى باسكو تلاقيت بيبليك كيما هكا متفاعل معنا، وشغل انا جامي تفاعل معايا بيبليك كيما هاد الخطره، دونك هاد الحاجه اللي فرحتني. والحاجه الزوجه، كنت نحلم من صغري اني نشوف شابه خيره قدامي، دونك خدمت معاها وهذا الشيء شرف ليا، ونشكرها على النصائح اللي تعطهم لي وتانيك ما غاديش ننساها. والحاجه الثالثه نشكر طارق كادم باسكو وقف معانا بزاف، نشكره بزاف. هيا نمروا للتصويت. نذكروا رقم 1 نور الهدى، رقم 2 محمد، 3 ياسين، رقم 4 زينب. عندكم جمهور 40 ثانية للتصويت. الجمهور راهي يصوت. صراحة والله يعني ما يسبع المستحيلات انه يختارني. خفت بزاف باسكو شفت الاداء تاع الاخرين كيفاش جازوا، هذيك الحاجه شغل خوفتني. فريمون المرحله اللي وصلت لها يعني في المسابقه هذه خلتني مانيش في مرحله سهله. حسيت بالستريس، حتى الستريس ولا لي فشله، شغل قلبي ولا يضرب دونك ما طقتش كاع نحكم روحي. لحق الوقت باش نعرفوا شكون الفائز، شكون المتأهل الأول للنهائي. على من تصوت الجمهور؟ شكون المتنافس تاع شابة خيرة، تاع سليم شاوي، تاع محمد جبالي، ولا تاع عبد الله مناعي اللي راح يتأهل الدور النهائي؟ نكتشفوا مع بعض اختيار الجمهور. أنا فرحانة باسكو الحمد لله حالة جمهور من أعظم ما يكون. فرحت بزاف 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 بزاف، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. هذا واش نقول. حقيقة زينب كانت في المستوى ولا من اختيار الجمهور. زينب لتمر للمرحلة النهائية. زينب مع سليم الشاوي رايحين يروحوا للنهائي. أول متأهلة للمرحلة النهائية باش تكون صوت موسم 2019 زينب بين
ثلاث متنافسين ولا الاربعه اللي كانوا حاضرين اليوم نشكركم. نظن باللي المسار ديالكم راح ينطلق الان من صوت تشالنج. نقول الاخت زينب نقول لها حاجه واحده، يعني مادام ما طلعت انا تحاسبني بالفينال تديه. انا بالنسبه لي راني رابحه الحمد لله. دونك الحاجه اللي نقولها للناس اللي بغوني ولا يتبعوا فيا واللي تاني بغاوني، الحمد لله اني وصلت هذه المرحله نصف النهائي. اهميه كبيره دخلت في حياتي الصوت تشالنج، شغل عطاتني فرصه باش نزيد نبان، وحاجه مليحه بزاف بزاف بزاف. دونك كاش الخاسر وما كاش الربح. نقولوا لها زينب انت تو ميك ترشحتي الفينال، كما تربحيش الفينال انا مش نعملوا فيك حاجه. يعطيك الصحه نور الهدى، يعطيك الصحه محمد سعدي، يعطيك الصحه ياسين محمد. لي كوش تفضلوا. سليم. شكرا لكم، يعطيكم الصحة جمهورنا الكريم، شكرا لكم. غاس او بوبليك كي تي مانيفيك، الاحساس غلب على الاداء. على بالي بلي كاين اصوات قويه في لو دوزيام جروب، هذه كل ونتحدى. وانا ما بقى لي غير نعطيكم موعد في النصف النهائي الثاني باش نعرفوا شكون راح يروح يتنافس مع زينب في النهائي. نعم، نتلاقاو في موعد جاي مع الجمهور ديالنا. راكم عرفتوا بلي يعرف الموسيقى يذوق. 4 متنافسين واحد اخرين في النصف النهائي الثاني. انا ما بقى لي غير نقول لكم الله يدوم هناكم، الله يدوم قصوكم. ما تنساوش لاباج فيسبوك ديالنا صوت تشالنج. سلام. عجبكم واش شفتوا؟ حبيتوا تكتشفوا اكثر؟ حابين تشوفوا التحديات اون لايف؟ ما عليكم غير تابونيو لاشين يوتيوب ديالنا صوت تشالنج. قدم لكم البرنامج الموسيقي صوت تشالنج برعاية جيزي. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر، 100% بون ميوزيك و 100% بون هيومور. برانشيو جو على www.jo.radio. مسرح صوت تشالنج يستقبل ال4 مشتركين المتأهلين اللي راح يتنافسوا على مكان واحد في النهائي. أيولي واوي عشقان، وعلاش تبكي يا عيني عاللي دايما ناسيني. كيفاش نسي وانت مولا تسي روحي وسمحي في الكاينة الكاينة. البحيرة ماشي سايبة عندها مولشية، انتي دوري ساربة من الخمر قشية. لكم تميز ولحظات توتر راح يتستنى فيكم الأسبوع المقبل. كونوا في المواهد. شكون اليوم راح يتأهل للنهائي؟